عامةً الفترة دي ما كنتش ناوية أصوّر content أو أي حاجة، لإني الmood مش أحسن حاجة، بس أول اليوم النهارده كان عندي meeting مهم جدًا، 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 ومع الأسف خرجت منه مش مبسوطة، وبعد ما خرجت قُلت خلاص أنا عايزة أفُك وأخرّج نفسي شوية، فرُحت الmall وأول حاجة عملتها هي إني رُحت سعودي اشتريت حاجات ما لهاش علاقة ببعضها Red Bull ومانجا وsmoothie ودي أول مرّة في حياتي أجرّب الsmoothie بس مش هاقول لكم على رأيي فيه في الفيديو ده. المهم قعدت شوية في الfood court سرحانة كده وباتفرّج على مدينة نصر من فوق، وقُمت بعد كده أتمشى أتفرّج في المحلات، أعمل أي حاجة، ودخلت إلسي وكيكي لقيت الشرابات دي عليها sale فاشتريتها. أنا باحب الشرابات جدًا وباتبسط جدًا لمّا باجيب شرابات بجد، مش عارفة حد زيي والّا لأ. وطبعًا كان لازم أصوّر الoutfit بتاعي، الفترة دي باحاول على قد ما أقدر إن أنا ألبس هدومي اللي أنا راكناها في الدولاب وأجدد في الstyle بتاعي، عشان أقضي على فكرة إن أنا طول الوقت محتاجة هدوم دي. وأنا باتمشى في المول حصلت حاجة بجد غيّرت باقي يومي، لقيت حد بيعزف بيانو وأنا أكتر آلة موسيقية باعشقها هي البيانو، فوقفت من فوق أتفرّج عليه وهو بيعزف وأغني معاه، لحد أمّا قُلت ليه لأ ما انزلش أقول له على الmusic اللي أنا عايزة أسمعها واخلّيه يعزفها لي، ونزلت وخلّيته يعزف لي يا عم أحمد وخلّي بالك من عقلك. تحفة. أي نعم ده كان نهاية اليوم بس بجد يومي من اللحظة دي بقى أحسن.